بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات نحن نقص عليك. النهاردة معادنا مع قصة جديدة وهي قصة الإناء. لو انت فتحت سورة المائدة وبالتحديد في الربع بتاع جعل الله الكعبة البيت الحرام، في آخره بقى ربنا بيقول: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنين ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لا شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. إيه الحدوتة دي؟ أنا مش فاهم حاجة. مين اللي عمل إيه وإيه اللي راح فين وإيه حكاية دي؟ ركز معايا. القصة دي ليها 3 أبطال. أول واحد هو بديل السهمي وهو كان مولى سيدنا عمرو بن العاص. كلمة مولى معناها الخادم بتاع سيدنا عمرو بن العاص. تاني بطل معانا هو تميم الداري، ما كانش لسه أسلم وبالمناسبة هو اللي شاف الحادثة بتاعة المسيح الدجال. تالت واحد هو عدي أو عدي ابن بداء، واحد برضو ما كانش مسلم. بديل السهمي وتميم وعدي خرجوا مع بعض في رحلة تجارة، وفي النص بديل حس ان هو تعبان وخلاص هيموت، قام زي اي حد ما بيعمل في موقفه وراح كاتب وصيته وحطها في المتاع بتاعه. المتاع ده هو يعني الشنطة بتاعته او الحاجة اللي هو بياخدها معاه في السفر. وبعد ما حط الحاجة بتاعته وصى تميم وعدي بانهم لما يوصلوا للمدينة يودوا الحاجة لأهل مين؟ لأهل بديل. بديل مات وعدي وتميم فتحوا متاع بديل وشافوا في المتاع بتاعه إناء من فضة منقوش عليه بالذهب. عجبهم طبعا الإناء ده، زغلل عينيهم وراحوا واخدينه وكأنهم بيقولوا الحي أبقى من الميت. رجعوا المدينة وراحوا مودين المتاع لأهله، وطبعا كان ناقص منه الإناء، وهو من شاف وهو من دري. أهل بديل فتحوا المتاع وشافوا الوصية بتاعته، لقوا كل حاجة ما عدا الإناء. فين يا جماعة الإناء؟ فين يا جماعة الإناء؟ طبعا لما سألوا الاتنين ردوا عليهم وقالوا لهم هو ده اللي معانا، هو ده اللي كان موجود في متاعه. طب يعملوا ايه؟ يلا نروح نشتكي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عايزك تعرف ان ساعتها كان المسلمين بيجتمعوا بعد صلاة العصر، فالمهم جابوا عم تميم وعم عدي: يا جماعة انتوا خدتوا الإناء؟ اقسم بالله ما خدناش حاجة. ايه يا عم في ايه مالك؟ ده احنا لو خدناه هنكون ناس آثمة وظالمة، واحنا ما يرضناش نكون كده ابدا. وطبعا اقسموا على ده. عدت الايام وفي يوم اهل البديل شافوا مع تميم وعدي اناء من فضة منقوش عليه بالذهب بتاع عيد ده. فلما سألوهم عليه قالوا له ايوه هو فعلا بتاع بديل، بس احنا اشتريناه منه قبل ما يموت ونسينا الكلام ده لما يروحنا واقسمنا قدام رسول الله. يا راجل. المهم راحوا تاني للنبي، والمرة دي بقى 2 من أهل بديل هم اللي حلفوا للنبي وإنهم هم اللي صادقين. طبعا في نهاية القصة دي محتاجين نعرف حاجات أعتقد المفروض كلنا نكون عارفينها، بس فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فكرة الأمانة. وطبعا فكرة الأمانة مش مقتصرة بس على فكرة إن أنا اديتك حاجة فأنت لازم ترجعها. الأمانة إن أنت تقول الحق، الأمانة إن أنت ترجع الحاجة لصاحبها. الأمانة مفهومها أكبر بكتير من فكرة إن احنا نرجع حاجة وبس. خليك أمين مع نفسك ومع اللي حواليك، واشوفك في حلقة جديدة من حلقات نحن نقص عليك. كان معكم مصطفى محمود، والسلام عليكم.